يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده جوله جديده من جولاتنا في شوارع القاهره. جولتنا النهارده هتكون من منطقه زهراء المعادي. حاليا كده انا على طريق الاوتوستراد، ومفيش اقل من 15 ثانيه ان شاء الله هندخل مدخل زهراء المعادي من على طريق الاوتوستراد. زهراء المعادي جولتنا النهارده هتكون فيها هنشوفها بعد التجديد. هي طبعا لسه التجديد ما خلص، ممكن نسب التجديد اللي وصلت ل 90% او الانتهاء يعني وصلت 90%. فاضل رتوش بسيطه وزهراء المعادي ان شاء الله ينتهوا منها. النهارده هنتفرج هنشوف زهراء المعادي وصلت لفين، وصلت ازاي. كده حاليا احنا على فكره عند الشكل القديم. هنا كان في نفق زهراء المعادي، اللي هو النفق اللي كان يدخلك على المعادي، ده كان رابط اللي كان بيعدي من تحت طريق الاوتوستراد. اتغير وبقى كوبري واتعمل محور حسب الله الكفراوي اللي احنا طالعين عليه دلوقتي. كده احنا هندخل على زهراء المعادي عن طريق محور حسب الله الكفراوي الجديد، اللي بيوصلك لحد القطاميه والمقطم وينزلك عند اللي هو اسمها ايه، مساكن او حي الاسمرات. كده احنا هنمشي، بس احنا مش هناخد محور حسب الله الكفراوي. احنا هناخد اول نزله كده تقابلنا يمين، ونمشي بقى في شارع زهراء المعادي القديم. هنشوف بقى بعد التجديد بقى شكله عامل ازاي. وزي ما قلت لكم هو التجديد ما خلصش بنسبه 100%. لسه في رطوش، ولسه في شوارع بتتسفلت، لسه في مطبات صناعيه بتتعمل، لسه في حاجات برده ما خلصتش. بس بنسبه كبيره هنقدر نشوف الرؤيه وهنشوف المنظر بقى عامل ازاي. من 4 شهور كنت بصور هنا زهراء المعادي، حرفيا كانت كلها متكسره، كانت كلها ملهاش معالم، وحتى السكان اللي فيها مش عارفين هم بيعملوا ايه، او ايه هو اصلا التوضيب والتجديد والترميم اللي بيحصل في البلد. كده احنا هنمشي وهناخد اول يوتيرن. هنا كان زمان طبعا من منطقه الزهراء او من المعادي، كان في وش الجبل او الحته اللي قدامنا العاليه دي، هنا كان في نفق. نفق ده كان بيعدي من تحت طريق الاوتوستراد، وبيدخلك المعادي وتدخل بقى قلب المعادي. طبعا هنلف كده يوتيرن، وهنرجع بقى ناخد زهراء المعادي من اول طريق الاستيراد. طبعا زهراء المعادي اصلا في موقع استراتيجي جميل جدا. ورانا كده الاستيراد، في وشنا لو كملنا على طول هيبقى طريق القطاميه السخنه، على شمالنا الطريق الدائري القديم. وبرضه بيربطوها ان شاء الله بطريق الدائري الاوسطي الجديد اللي لسه معمول. حاليا كده احنا في شارع زهراء المعادي. كده الشارع هو لسه بس هيتخطط ان شاء الله، ويبقى شكله اجمل من كده بكتير. الشارع كان هو الشارع عرضوه طبعا، وبقى رايح وجاي. يعني هنا في رايح، وفي الناحيه التانيه بعد الجزيره اللي على شمالنا طبعا هم خدروها ولسه هيركبوا شجره ان شاء الله. وفوق في الحته العاليه دي ده محور حسب الله الكفراوي الجديد، اللي بيربطك لحد ما يوديك اللي هو المقطم وعند مساكن الاسمرات. هنمشي في شارعنا هنا، لو طبعا كملنا على طول هنا على يميننا طبعا زهراء المعادي هي عباره عن اشطر تقريبا 13 شطر موجود فيها. على يميننا كده لحد ما نوصل عند الجامع الكويتي، وبعد الجامع الكويتي ده الشطر الاول والثاني والثالث والرابع، واعتقد ممكن يكون الخامس. على شمالنا كده هيبتدي بقى السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر لحد الشطر ال 13، اللي هو شطر 13 ده اللي هو في وش اللي هو ايه مول ال50. النهارده ان شاء الله احنا مش هنكمل المسجد الكويتي، هناخد كده الشارع ال50 كده من اوله، من عند صينيه ال50 اللي هتقابلنا ان شاء الله. طبعا اللي على يمنا كده طبعا مبنى فودافون الجميل اللي على يمنا، برده من معالم منطقه زهراء المعادي. ولو كملنا برده على طول في يمين في طبعا نادي وادي دجله المشهور، وفي محميه وادي دجله. لو كملنا للاخر خالص دي محميه وادي دجله، محميه مشهوره، وبرده هبقى اكلمكم عنها ان شاء الله في جولتنا النهارده. هنكمل برضو. انا عايزكم برضو تاخدوا بالكم من الطريق لسه ما انتهاش، بس شايفين برضو الطريق بعد التجديد برضو شكله ظهر وشكله بقى جميل. انا بس كان نفسي يبقى في خضره اكتر من كده، يعني في شجر، في زهور، في كده يعني برضو منظر جميل، مش كله مسلح وكله اسمنت يعني. بس ايا كان هو زهراء المعادي بصراحه بعد التجديد انا مشيت فيها جميله. شارع ال50 نفسه بقى جميل جدا. شارع زهراء المعادي اللي احنا ماشيين فيه بقى برضو جميل جدا. دي من ضمن الانشاءات، ده كده مطب صناعي. طبعا المطبات اللي هي الحجريه اللي هي الجميل اللي هي ما تكسرش العربيه، مطب حلو، مش المطبات التانيه اللي هي الاسفلت او الاسمنتيه. هنكمل على طول، هنلف من هنا، هنلف من الصينيه كده. احنا طبعا لو كملنا على طول هنوصل لمحميه دجله، او نوصل عند المسجد الكويت الجامع الكويتي، وهنوصل بقى عند اللي هو الشطر السابع والثامن اللي هم في الوش في الاخر هناك على طول. احنا هناخد نلف وناخد بقى شارع ال50. نتمشى برضو في شارع ال50 ونشوف برضو ايه التطوير اللي حصل فيه. وزي ما قلت لكم الانشاءات ما خلصتش بنسبه 100%، لسه في شغل، ممكن لسه في شهور عقبال ما يخلصوا. ندخل من هنا. وان شاء الله برضو لو في فرصه ان انا اقدر اصور تاني بعد ما ينتهوا خالص وينتهوا خالص من ترميم وتجديد زهراء المعادي، ان شاء الله برضو باجي اصورها لكم ونشوف الشكل النهائي يبقى عامل ازاي.
ممكن الجولة النهاردة مش هيكون فيها كلام كتير، ممكن هنتفرج اكتر ما هنتكلم، هنشوف وصلوا لحد فين في التجديد والتوضيب. وعلى فكرة دي حاجة كويسة، ونفسي بجد كل المناطق اللي في مصر عندنا يدخل فيها التجديد والترميم والتوضيب زي اللي حصل في زهراء المعادي. طبعا احنا كده في الشارع الخمسين. شارع الخمسين ده يعتبر يا جماعة شارع محوري، وهو اصلا اساس ترميم وتجديد الشوارع الرئيسية في زهراء المعادي هو شارع الخمسين ده. لان الشارع ده اللي هيربطك باللي هو طريق السخنة، ده اخره كده يمسكك طريق اللي هو القطامية السخنة، ومنه تقدر توصل للقاهرة الجديدة، ومن القاهرة الجديدة توصل للعاصمة الإدارية. هو عايز يعمل اكتر من شريان، او الدولة عايز تعمل اكتر من شريان للوصول منه الى العاصمة مثلا، او بقية الاماكن في مصر. يعني مش لازم ان كلنا نعتمد على الدائري القديم او الدائري الاوسطي، لا، لو في اكتر من طريق ده طبعا بيخف الضغط على باقي الطرق. نكمل بقى في طريقنا. طبعا المنطقة اللي على اليمين او كل العماير او كل المحلات اللي هي على اليمين دي كلها مطاعم وكافيهات. بالليل الحته دي بتبقى مزدحمه. زائد بقى قدام بقى طبعا مول 50 او هاب 50 اللي هو هنقابله قدام شويه على الشمال بالشطر 13 بكل العماير اللي قدامه. المنطقه دي يا جماعه تعتبر اكتر منطقه حيويه وزحمه بالليل، يعني كل الناس بتيجي في الحته دي عشان المول وعشان كل المحلات والكافيهات اللي موجوده، فتلاقي كله بيخرج في المنطقه دي. زائد بقى احنا لو احنا خدنا من عند المول ده شمال، ده طبعا شارع كارفور. طبعا برضو الشارع ده اتسفلت كله لحد ما يمسكك الدائري كده من الناحيه التانية، او اللي هي عند يدخلك كده على المعراج. ده كده احنا وصلنا عند البنزينه وعند المول اللي عندنا الشمال. هنكمل برضو على طول في طريقنا لحد ما نوصل لعند ابراج بيتشو كده ونلف هناك كده، متهيألي في مرور المعادي، وحده مرور المعادي اتنقلت هناك. ومن بعدها بقى في اللي هي المنطقه الصناعيه اللي هي موجوده في زهراء المعادي، او موجوده يعتبر اسمها المنطقه الصناعيه في القطاميه. كده ده اللي على شمالنا ده كده المول اللي في العماير اللي في وشنا ده الشطر ال 13. ده صينيه مول 50. هم لسه برضو ما انتهوش منها قوي، بس بانت الملامح. يعني هو خلاص بان الملامح. يعني حتى سكان الزهراء كانوا من كام شهر مش فاهمين ايه اللي بيحصل او ايه اللي بيتم، او هم عايزين يعملوا ايه. يا عيني كل شويه يسفلتوا يكسروا ويسفلتوا. وبصراحه يعني هم استحملوا كتير من قطع نت وقطع كهرباء وقطع ميه. يعني الله يكون في عونهم السنه اللي فاتت دي كلها. بس خلاص الحمد لله ابتدت الدنيا ترجع تاني، ممكن بنسبه 80% الحياه ترجع طبيعيه. المهم خلاص مالناش دعوه بالحاجات دي، خلينا احنا في جولتنا وفي كلامنا. زي ما تقول النهارده جولتنا مش كلام كتير قوي عن الزهراء قد ما نشوف هي الزهراء وصلت لايه. هنا شايفين برضو هم احلى برضو حاجه ان هم عاملين في اللي هو الطريق اللي هو على اليمين، زائد الطريق السريع اللي احنا ماشيين فيه. في دي حاجه كويسه بتدي برضو سيوله مروريه كويسه في المنطقه. هنكمل على طول لحد ما هيكون على يميننا اعتقد الشطر السابع، وعلى شمالنا الشطر الثامن. زي ما قلت لكم هي زهراء المعادي تقريبا 13 شاطر او 14 مش متذكر، بس اعتقد هم 13. زائد طبعا مدينه اللي هي المعراج اللي هي العلوي والسفلي اللي هم موجودين عندنا الشمال برضه، هنعدي عليهم ان شاء الله. برضه في قدام برضه مجمع مدارس، وعلى شمال دي برضه هنا في مجموعه مدارس كبيره هنا على ايدينا الشمال على طول. وقدام برضه في مجمع مدارس متهيألي خلف بيتشو، ده مجمع مدارس. انا مش خبير قوي في الزهراء. طبعا الكنيسه الكبيره اللي قدامنا دي كنيسه الانبا انطونيوس، جنبها على طول المسجد العظيم برضه مسجد كبير. الاتنين جنب بعض. طبعا الوحده الوطنيه اللي موجوده عندنا ما شاء الله. على يميننا طبعا العماير الجميله دي، ده الشطر السابع اعتقد. على يميننا الشطر الثامن والتاسع بعديه. بصراحه المدينه جميله ومنظمه. لو خدنا بقى يمين من هنا، خدنا يمين من هنا كده دي داخله يمين. هنطلع بقى عند المسجد الكويتي، ولو كملنا على طول هندخل عند نادي وادي دجله. ولو خدنا كملنا من عند وادي دجله وخدنا شمال طلعنا لفوق خالص، هنوصل بقى لمين؟ لمحميه وادي دجله الجميله اللي كلمتكم عنها كده في اول الحلقه. محميه وادي دجله دي يا جماعه طبعا اللي بيحب التخييم بقى وبيحب المناظر الطبيعيه والهدوء والاسترخاء، طبعا المحميه دي جميله جدا، تعتبر من اهم المحميات اللي موجوده في مصر. مساحتها يا جماعه كبيره قوي، مساحتها تقريبا 60 كيلو متر. انتوا متخيلين مساحتها قد ايه؟ محميه هتشوف فيها بقى لو دخلتها هتشوفها غزلان، ارانب بريه، ثعالب، معيز جبليه، سلاحف وطيور وبوم. وعارفين القنف ده ابو شوك ده هتلاقيه برضو منتشر فيها كتير. وفيها بيقول لك اكتر من 12 نوع طيور.
منطقة يعني المحمية جميلة جدا جدا لو انت حابب تروحها، وبرضه فيها تخييم، يعني هي فيها تخييم. وعلى فكرة اسعارها مش غالية، هو انا اعتقد على اخر مرة او اخر ابديت سمعته هو سعر الدخول العادي ب 10 جنيه، لو انت هتدخل بس يوم كده وترجع. اليوم بيبتدي فيها من 7 الصبح بينتهي الساعة 6 مساء، طبعا لازم تكون طالع بره. ولو تخييم خلاص، هو التخييم اعتقد ب 50 جنيه اليوم، برضه مش غالي. بتجيب خيمتك معاك وتخيم، بس لازم برضه لازم تكون عارف بتخيم ازاي وايه طرق التخييم، ما تروحش كده وخلاص يعني. احنا كده وصلنا فين؟ احنا وصلنا كده عند صينية بيتشو، ودي عمارة بيتشو اللي على ايدينا الشمال. برضه هنتمشى فيها ان شاء الله في جولتنا النهارده ونشوفها. في هنا باين شارع شارع الأربعين اعتقد، بس يا رب ما تخونيش الذاكرة. المهم خلينا نرجع كده وناخد تاني. انا عايز اخدكم نمشي في شارع كارفور لحد ما نطلع كده عند كارفور ونشوف الشارع ده برضو كان كله مكسر، هنشوف هم عملوا فيه ايه. هم خلاص قربوا ينتهوا يا جماعه بجد. حاجه جميله جدا جدا. اكيد برضو السكان اللي في الزهراء مبسوطين برضو باللي حصل. انا نفسي التطوير ده يشمل كل المدن، حتى مش المدن الحديثه بس، لا حتى المدن القديمه شويه لو اهتموا بيها بنفس الاهتمام ده بصراحه هنتنقل نقله تانيه كبيره. نرجع تاني زي ما قلت لكم، احنا كده برضه في شارع ال50. على فكره انا كنت كملت كده يعني، لو في ظهري كده وكنت كملت على طول هتمسك بقى طريق القطامية السخنة، تقدر تمسك بقى الدائرة الأوسط، تطلع العين السخنة، تطلع السويس. يعني ماسكك حاجات كتير قوي قوي. وزي ما قلت لكم برضه هتكمل لحد برضه ما تمسك. هو برضه من الاساس ان هو عايز يربط العاصمه الاداريه باكتر من محور، باكتر من طريق يقدر يوصلك للعاصمه الاداريه بمنتهى السلاسه. او انت برضه في اي منطقه تقدر تتنقل منها، مش لازم تمسك الطرق ال الاساسيه ليها عشان برضه يخف الضغط من عليها. مكملين في جولتنا كده، ما احنا خلصنا كلامنا عن محمية وادي دجلة الجميلة. طبعا المحمية برضو فيها رياضات تانية، انت ممكن هناك في تأجير عجل على فكرة يا جماعة، ورياضة العجل ممكن تأجر عجل وتقضي يوم هناك جميل، اعتقد برضو سعره مش غالي. وفي برضو تسلق جبال هناك، في برضو اكتر من نشاط هناك في المحمية. هحاول برضو بنزل لكم صور ليها وللنشاطات اللي فيها ان شاء الله. رجعنا تاني عند كنيسة الأنبا أنطونيوس، على يميننا برضو مسجد العظيم. دول يعتبر اكبر مسجد وكنيسه موجودين هنا في زهراء المعادي. شمالنا برضو في المسجد الكويتي بس مش كبير زي المسجد العظيم بصراحه. مكملين في جولتنا، هنلف منين بقى؟ هناخد من عند مول ال50 كده، هناخد يمين ونكمل ونروح فين؟ ونطلع على كارفور كده ان شاء الله، ناخد اللي هو الطريق بتاع كارفور ونروح كده عند مدينه المعراق كده فوق ونبص عليهم برضو ونرجع تاني ان شاء الله. كده بقى احنا وصلنا فين؟ وصلنا على يمنا كده، دي مدرسة السيدة خديجة، دي مدرسة رسمية لغات، مدرسة جميلة جميلة برضو كبيرة، مساحتها كبيرة ما شاء الله. بعدها على طول اللي هي BIMS، دي المدرسة اللي هي البريطانية اللي على اليمين دي. جنبها على طول برضو في مدرسة البشائر. دول كده 3 مدارس جنب بعض. وفي برضو زي ما قلت لكم مجمع المدارس اللي هو عند بيتشو كده عند كومباوند تيجان. في برضو كمية مدارس دولية وانترناشونال ولغات كتير جدا جدا في الجزئية اللي ورا دي. هنكمل على طول كده، احنا وصلنا عند الشطر 13 اللي هو على يمنا. طبعا كل الحته دي كلها محلات تجاريه بقى، من مطاعم لكافيهات لكل حاجه خدميه يعني. هنكمل فيها ونلف كده من عند مول ال50 لحد ما نوصل ان شاء الله عند كارفور كده وان شاء الله، ونشوف بقى هنروح فين تاني يعني. خلونا كده ايه جوله زي ما تاخدنا، وهسيبكم كده بقى مع شوارع زهراء المعادي بعد التجديد وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني وكده، احنا وصلنا عند مول ال50 هو اللي موجود قدامنا ده. المنطقة دي بالليل يا جماعة بتبقى زحمة جدا، لان المول كله كافيهات، كله محلات، كله مطاعم،
على يمنا نفس الشيء مطاعم وكافيهات ومحلات كتير جدا جدا موجوده في المنطقه دي. هنمشي قدام شويه وهنشوف بقى محور حسب الله الكفراوي، اللي انا اول ما دخلت الزهراء مشيت من عليه كده، مشيت جزئيه صغيره ونزلت خدت شارع زهراء المعادي. هنكمل بقى فيه، مش هنكمل فيه يا رب، هنمشي من تحتيه لحد ما نوصل عند كارفور ان شاء الله. طبعا محور حسب الله الكفراوي ده ياخدك كده يعني في لحظه كده من المعادي، يدخلك قلب المقطم كده، ينزلك عند حي الاسمرات. طبعا حسب الله الكفراوي اللي متسمى على اسمه المحور ده كان وزير الاسكان الاسبق. ده حسب الله الكفراوي كان راجل كده ما شاء الله، مسك اعتقد الوزاره 16 سنه. طبعا كانوا بيلقبوه كده او مشهور بابو المدن، لان في عصره او في خلال 16 سنه دول اتبنى مدن كتير، مدن كتير زي 6 اكتوبر، العاشر من رمضان، مدينة السادات، مدينة 15 مايو، ايه تاني يا رب، دمياط الجديدة، مراقية. يعني كان في حاجات كتير قوي، مدن اللي هي الجيل الاول اللي اتبنت بقى، اللي اتبنت في اعتقد هو مسك منين، مسك من 77، يعني هي مسك من عصر السادات لحد اعتقد مسك الوزارة لحد سنة 1993. المهم الراجل ده كان على فكرة يعني كان محبوب جدا، وكانوا مسمينه كده وزير الغلابة في الفترة بتاعت حكمه. ده حسب الله الكفراوي اللي هو طبعا متسمي عليه محور حسب الله الكفراوي، احنا لسه ماشيين من تحتيه. وان شاء الله كده في نهاية الجولة برضو هحاول امشي لكم فوق المحور. هو المحور جميل، او الطريق نفسه يعني جميل وحلو جدا، ياخدك كده من المعادي على فكرة برضو بينزلك على الدائري، وبيعدي من فوق الدائري يدخلك طبعا المقطم بمنتهى السهولة ومنتهى اليسر، بدل ما يعني ما تلف يوتورنات كتير كده عشان تقدر توصل لهناك. المهم برضه هسيبكم كده شويه لحد ما نوصل عند كارفور او سيتي سنتر، وارجع لكم تاني ان شاء الله. ورجعت لكم تاني، معلش تهت شويه بس الحمد لله رجعت. لما مسكت الدائري حاولت اخد اي مدخل يدخلني تاني ندخل من عند بيتشو، بس يعني لفت مني شويه. على فكره يا جماعه يعني اعذروا شويه اللي مش مخالف، انا شغلت الجي بي اس بس عشان ادخل تاني
الجي بي اس مشيني من طرق اصلا عكس، يعني انا حتى بعد وانا ماشي لقيت الشرطه وقفتني او المرور وقفني، فقلت له والله طبعا انا ما اقصدش، انا ماشي على الجي بي اس والجي بي اس مديني الطريق ده اللي هو ماشي في نفس الاتجاه ده، يعني ما اعرفش ان هو غلط وكده. بصراحه الظابط طلع محترم جدا، بس انا لفيت ورجعت تاني مشيت في الصح. فهو الصح طبعا مفيش افضل منه، بس الواحد فعلا مشي عكس غصب عنه، انا فاكر ان الجي بي اس ماشيين صح. المهم احنا كده فين بقى؟ سيبوكم من اللفه اللي حصلت لي قبل كده يعني في الشويه اللي فاتوا دول. انا كده على محور حسب الله الكفراوي. انا رايح فين كده؟ انا راجع تاني على طريق الاستراد، مكان ما بدات جولتي ان شاء الله. كده خلاص احنا داخلين على نهايه الجوله. هنمشي طبعا في محور حسب الله الكفراوي، طبعا اللي كلمتكم عنه. طبعا ده وزير الاسكان الاسبق، وكان برضو محافظ لمحافظه دمياط. هو راجل اصلا دمياطي، راجل كان محترم جدا، كان محبوب جدا جدا من الناس في الفتره دي. طبعا انا مش فاكره قوي طبعا لان هو قديم شويه، هو خلص فترته في 1993. وعلى ايده الراجل ده قامت مدن كتير اللي هي المدن الجيل الاول زي 6 اكتوبر، 15 مايو، السادات، مراقيا، العاشر من رمضان. على فكره كل المدن دي قامت مع بعض او في وقت واحد يعني، او لو انت قريتوا تاريخ تاسيسها هتلاقوا تاريخ تاسيسها اعتقد كله في نفس الوقت يعني. المهم كده خلاص هتكون جولتنا انتهت في زهراء المعادي. كانت جولة سريعة، حبينا بس نشوف البنية التحتية وصلت لفين في زهراء المعادي. بصراحة حاجة جميلة جدا جدا. هنا معلش هقطع الكلام، بس انا كده لو كملت على طول ادخل المعادي انا كده هنزل عشان امسك طريق الاوتوستراد. لو انا هطلع على المقطم او هطلع على مدينة نصر، يعني ده اتجاه مدينة نصر، اتجاه المقابل طبعا اللي رايح حلوان. كده احنا سايبين طبعا محور حسب الله كفراوي ونمسك طريق الاوتوستراد. هرجع تاني اقول لكم ان جولتي كانت مختصره جدا في منطقه زهراء المعادي. نقدر نشوف البنيه التحتيه او بعد التكسير الرهيب، يعني انت لو عايز ترجع تشوف التكسير كان عامل ازاي ارجع الفيديو كان من 4 شهور كده برده، كان اسمه زهراء المعادي، هتلاقيه موجود عندك في القناه. واتفرج شوف الزهراء كانت عامله ازاي، كان مفيش فيها شبر سليم. حاليا الزهراء لا شكلها باين بنسبه 80%، ولسه لما يخلصوا جميع الانشاءات هترجع تاني ان شاء الله وتكون احلى كتير جدا جدا من الاول. مبروك لسكان الزهراء، وانا عارف تعانيتوا كتير الفتره اللي فاتت دي، بس معلش ان بعد العسر يسر. وهنا خلاص تكون انتهت جولتنا، ويا رب تكون الجوله عجبتكم. ولو الجوله عجبتكم يا ريت تدوس لايك للفيديو وتقول لي رايك في كومنت. ولو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وفي اخر كل فيديو كالعاده هنقول انتظروني فيديوهات تانيه كتير، وكان معاكم احمد، والسلام عليكم ورحمه الله.